شنو هو الخطأ اللي دارت أي عائلة في نهار العيد، وشنو الأحداث المرعبة اللي عاشوا، وكيفاش كانت النهاية ديالهم؟ السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونبداو القصة على بركة الله. قبل ما نبداو نقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. أنا سميتي آية، كنسكن في الرباط، في عمري 16 عام. كنسكن مع والديا اللي هما الوالد والوالدة وخويا الصغير اللي في عمره 13 عام. حنا عائلة جد بسيطة، ما عناش وما خصناش، والحمد لله وشكرا. عائلة ماما ساكنة تقريبا كلها في كازا، وعائلة بابا ساكنين في الرباط في نفس المدينة اللي احنا ساكنين فيها. والقصة ديالي انا وعائلتي هتبدا نهار العيد الكبير. كيف كتعرفوا ما كاينش شي واحد اللي ما تيكونش فرحان لذاك النهار اللي هو عيد الكبير. انا ووالدي وخويا يا كندوزو عيد الكبير كازا مع جداتي، يا كندوزوه بربعه بينا في الرباط. وكيف كتعرفوا ما كاينش شي واحد اللي ما كيبغيش عيد الكبير وما كيعجبوش ديك الاجواء ديال عيد الكبير. انا داك النهار ديال عيد الكبير فقط فرحانه ومتحمسه، ولو كنت عارفه شنو غادي يطرى لينا كنت غنكون فرحانه، وكنت نعارض على هذه الفكره من الاساس، او كنت غادي نعارض هذه الفكره ديال نعيدو في الدار، على الاقل نعيدوها مع جداتي. انا عارفه بان هاد الهضره ما خصنيش نقولها، وداك النهار عظيم عند الله، وفي الاول والاخر حتى شي حد ما غادي يهرب من المكتب. داك النهار ديال العيد الكبير فقنا في الصباح، الوالد وخويا مشاو يصليو صلاه العيد، وانا وماما بقينا كنوجدوا داكشي، البانيويات، الفاخر، المجمر، السفافد، نتوما كتعرفوا. جا الوالد وخويا فطرنا، انا وخويا طلعنا للسطح باش نصوروا مع الحولي، وماما بقات كتوجد في داكشي. بابا بحكم انه ما كانش كيتكلف داك المهمه ديال الحولي، بلا ما نشرح لكم التفاصيل نتوما كتعرفوا، اذا الا دوزنا العيد في دارنا كيجيب كزار وكيتكلف هو بداك المهمه. كيف قلت لكم بابا دار مع واحد الكزار باش يجي، الكزار قال له غير غنسالي مع شي كليان وغادي نجي عندك. صافي من سالينا جلسنا كنتسناو الكزار باش يجي. الوالد عيط ليه تقريبا مع ديك 10، جلسنا كنتسناو ساعه ساعتين والو ما جاش. عاود عيط الوالد قال له فين، قال ليه انا راه مازال واحد مع الكليان غير نسالي ونمشي. ضربات ديك الوحده وحنا مازال كنتسناو الكزار باش يجي، جلسنا كنتسناو. ضربات ديك 3:30 ومازال ما جا. عيط ليه بابا عاوتاني قال لي وفينك، قال لي اسمح لي انا راه مازال واحد ومحال واش نمشي، اسمح لي. صافي بابا تعصب وخرج يقلب على شي كزار، لان الناس قداو الغرض، تكلفوا بالمهمه ديال كل واحد شد الحولي ديالو، كل واحد سلم على الحولي ديالو في الصباح وصافي ودعوه مشى وشواو. لكن حنا 3:30 وحنا مازال جالسين كنتسناو هاد الكزار. سبحان الله داك النهار تعكسات علينا، وتقول شي كزار لا بغيش. المهم كيف قلت لكم بابا خرج كيقلب على شي كزار، تصوروا معايا جا بابا وجايب معاه الكزار حتى قرب يودى المغرب، عاد تم جاي وبزز باش لقاه. المهم واخيرا جا الكزار، حتى يتكلف بالمهمه وخا الوقت معطل بزاف. المهم الوالده ديالي ناضت كتجمع في داك دالميم ديال الحولي وكتصيق السطح. قبل ما نكمل لكم هاد القصه غادي نبغي نعرفكم على ماما سميتها فاطمه. في ديك الساعه كانت عندها 46 عام. ماما واحد الانسانه نقدروا نقولوا درويشه وعيبها بعيد، واحد الانسان اللي داخله في سوق راسها وما كتبغي دير لا مشاكل لا والو. المشكل الوحيد اللي في ماما انها ما كتصليش، والصراحه يا ربي تسمح لينا حنا كاملين كنا ما كنصليوش الا بابا. نكمل لكم باش ما تدوخوش. ماما داك النهار جاتها واحد الحداقه، واحد النشاط، واحد الحيويه اللي ما يمكنش. صافي من بعد ما شوينا بولفاف وداكشي كيف كتعرفوا، ناضت ماما قالت لنا صافي نتوما غير جلسوا، انا غادي نوض وغادي نجمع الروينه والدار وداكشي. ماما تقريبا هي اللي كانت دارت كلشي، سيقات الدار، سيقات السطح، سيقات الدروج، اي حاجه تخطر لك على بالك داك النهار دارتها ماما. تصوروا سالات تقريبا مع ديك الوحده د الليل، عاد باش سالات الشغال. حنا صراحه ما عشناش ديك الاجواء اللي كنا حنا متحمسين ليها، حيت كيف كتعرفوا العيد هو الصباح. المهم في جميع الحالات داك النهار تسالى على خير وبخير.
لغد ليه في الصباح فقنا ماما صبحت ناعسه. حنا قلنا وقينا مع تمارة ولا هي صبحت ناعسه، واخا ماما ماشي من عادتها تصبح ناعسه، واخا تعيا واخا دير بزاف الحوايج ما كتصبحش ناعسه. حنا قلنا ماما وقيلا عيانه صافي خليناها ترتاح، ما بغيناش نفيقوها. واحد الساعه انا كندخل كنلقى ماما في نفس الوضعيه اللي خليتها ناعسه، ولكن حل عينيها وكتشوف السقف. انا مشيت كنهضر مع ماما ما كتجاوبنيش. بديت كنسولها تنقول لها مالك ياك لاباس، ما كتجاوبنيش، ما كتحركش، يعني ما كدير حتى شي رده فعل. بابا كان جالس في الصاله عيط ليه، جا حتى هو تصدم حيت ماما ماشي من عادتها، عمرها طرا لها هكا. المهم بابا بحال يحس قال لي عندك تكون تشيرات. ما عرفت انا داكشي كان ما دخلش ليا راسي. بابا كان مصر على الراي ديالو، قال لي انا غادي نمشي نجيب واحد الفقي يقرا عليها، الا ولات لاباس هو هذاك، ما ولاتش لاباس نديوها. بالفعل مشى جاب واحد الفقي بدا كيقرا عليها، شي ساعه هو كيقرا عليها مشى الفقي. حنا ما بغيناش نضغطوا عليها، قلنا هذا النهار نخليوها ترتاح ولا غد ليه نشوفوا شنو ندير. لا غد ليه والده صبحات بخير، بحال اللي كانت غير كتكذب، ناضت كتهضر كتتحرك عادي. حنا قلنا صافي الحمد لله راه كانت غير عيانه ودابا ولات لاباس. المهم قلنا سيرت القصه كان يا ما كان، ولكن حنا ما كناش عارفين بان القصه يلا غادي تبدا. ماما في ديك الايام ولات فيما كتنوض يا مفزوعه هي كتغوت، وماشي غير هادشي، ولات كتشوف حتى الخيالات في الدار. تتقول لك انا كنكون جالسه مع اليمه بيا حتى كنشوف الخيالات. انا داكشي ما كانش داخل لي في راسي. المهم داكشي بقى كيتكرر معاها بزاف. واحد النهار حلمت واحد الحلمه اللي غريبه. جاو عندها جوج عيالات وراجل، قالوا ليها بغيناك تخدمي معانا، ولا بغيتي الفلوس حنا غادي نغرقوك بالمال، واي حاجه حليتي على فمك حنا نديروها لك، وحنا غادي نبينوا لك العلامات. باش قالتها لي قلت واقيلا غير حلمه وصافي، حلمه عاديه مخربقه تخربيق وصافي. ولكن ماما من بعد ما حلمات داك الحلمه ولات مثلا فيما كتخرج السوق مثلا غادي تقدى غير بطاطا وبصله، خارجه على هادشي وعندها الفلوس غير ديال هاد البطاطا وبصله. قالت لك ما حدي انا راجعه للدار والقفه كتقال، ما كنجي فين نوصل للدار حتى القفه كتولي فيها دسر لحم دجاج عطريه، يعني كتجي متقله. ما عرفتش داك الخير منين تينزل عليها. ماما تتقول واش انا كنت مرفوعه، واش الناس كيعطيوني داك الشيء بلا ما نشوف، واش انا كنهز ميكات الناس بلا ما نحس. الخير اللي كيصدفك عليا ما عرفتش منين، وداك الشيء ما كانش كيطرى لها مره جوج، كان كيطرى لها بزاف د المرات في اي بلاصه ماشي غير سوق. فين ما مشات كترجع يديها عامرين، ولا تتكون كطوي حوايجها وكتلقى في وسط حوايجها 4000 ريال 6000. تتقولك انا كنكون متاكده ما عنديش داك الفلوس، كنسول راجلي تيقول لي ماشي ديالي، ولا كنلقى الفلوس في مصطامي. مثلا انا عارفه عندي غير 50 درهم ولا 70 درهم، في الجيب الثاني كنلقى 8000 ريال 10000 ريال. المهم كاينين الفلوس. وهاد الحاجه ما كانتش كطرى لي غير مره جوج ثلاثه. دابا اكيد نتوما كتقولوا سعدات هاد المره كتلقى الفلوس الخير كيفيض عليها سيداتها، ولكن ما عارفينش بان هاد المره هاد الفلوس وهاد الشيء اللي كتلقى غادي يخرجوا لها من صحتها. والتذكير بان فاطمه هي بطلة هاد القصه ماشي آية. فاطمه كتقول باللي فعلا مور هاد الحلمه ولاو عندي فلوس، يعني ماشي فلوس بزاف تغنيت، ولكن ما كنتش كنحتاج الفلوس حيت الفلوس ديما كانوا عندي. ماما من بعد هادشي اللي طرا لها ولات واحد الانسانه اللي انطوائيه، واخا هي كانت اجتماعيه، يعني ما كتبغيش تمشي عند الناس، ما كتبغيش الناس يجيو عندها. ولكن شحال هادي ماما كانت كتفرح الا جا عندها شي حد. دابا لا، يعني ماما بزاف د الحوايج تبدلوا فيها. واحد النهار انا وخويا مشينا عند دار جداتي اللي في كازا حيت كانت العطله، وماما بقات في الدار هي بابا في اغلب الوقت كيكون في القهوه ولا مع صحابه. المهم ما كيبقاش في الدار بزاف، يعني ماما كتبقى اغلب الوقت في الدار، سواء كنا في عطله سواء كنا كنقراو. داك النهار بابا كان خارج، وكانت ديك الساعه شي 11 الليل قريبه 12.
جالسه في الصالون كتفرج في التلفازه، حتى كتم داخل عليها واحد البنت اللي في صيفتها زوينه وشعرها طويل ورطب وكتبان في داك الثلاثينات، وهي تجلس البنت حداها وهي تقول ليها فاطمه امضر غادي تخدمي معانا، فكرتي ما بغيتيش تبدلي حياتك وتخرجي من هذا الفقر، تولي تنتي عندك الفيلا والطوموبيل واللي حليتي عليها فمك توجد. الوالده قالت لك بقات مصدومه كتشوف فيها، واحد الساعه غمضت عينيها ما لقات والو، بحال كانت كتخايل. قالت لك داك الاحساس اللي حسيت به ما عرفتش، ما كانش خوف ولا خلاء، كان صدمه، كان بحال كتقول شنو هذا الشيء، شنو طاري ليا، واش كنت خايل، بحال كانت مصدومه مازال ما مستوعباش. حتى باش تقول للوالد شنو طرا ليها بحال اللي كان راقد ليها لسان، يعني حتى كتبغي تقول ليه شنو طرا وكتراجع. ورا هذه الحادثه اللي طرات ولات ماما كتشوفه مباشره، يا جايين يجلسوا معاها في الصاله، يا دايزين، يا كتشوفهم في الكوزينه، ولات كتشوفهم بزاف. وهذا الشيء ماما ما كانتش كتعاودوا لنا، حتى من بعد عاد ولات كتعاود لينا هذا الشيء. ولكن حنا واخا ما عاودتش لينا هذا الشيء كنا كنلاحظوا شي حوايج. مثلا كنكونوا حنا ناعسين، ماما كتنوض وكتمشي للصاله وكتبدا تهضر. واحد النهار في الليل كنت كنسمع ماما كتهضر وكتضحك في الصاله، انا قلت ماما واقيلا كتهضر في التليفون. ولكن واحد الساعه وليت كنسمع اصوات اخرين في الصاله، بحال الصاله عامره، بحال عندنا الضياف. الهضره ما مفرزاش، يعني ما كنقدرش نسمع داكشي بالضبط. وهادشي كنقول لك راه في 12 الليل. مشيت كنطل كنلقى ماما كتهضر غير بوحدها وكتضحك. انا ديك الساعه ملي شفتها بردوا لي الماء في ركابي، طلعت معي واحد التوريشه والحمي شوك عليا. قلت لها ماما واش كتهضري بوحدك؟ شفت فيا بحال هكا ودورت وجهها وبدات كتشوف في الحوفه والمخاد وبدات كتضحك بحال اللي كتضحك مع شي حد. ديك الساعه انا ما فهمت والو، شنو واقع شنو طاري ما فهمتش. بقوه داك المنظر اللي شفت بحال اللي كنتفرج في فيلم الرعب، داك النهار ما جانيش النعاس صافي. من بعد هاد المنظر اللي شفت ولا هادشي كيتعاود بزاف، كنسمع الهضره، كنسمع الضحك، كنسمع ماما كتضحك. ولكن باش نمشي والركاب اللي غادي يهزوني ونمشي للصاله ونشوف شنو واقع ما قدرتش. كنحس براسي في وسط فيلم الرعب. بابا شاف حتى هي ولا اغلب الوقت كيبات في دار جداتي اللي في الرباط، وتا حنا يا كنمشيو مع بابا عند جداتي ولا من كتكون شي عطله كنمشيو عند جداتي اللي في كازا. من بعد هاد الاحداث اللي ولينا كنعيشو قررنا باش نبقاو ندو ماما عند الدراقي، وبالفعل كتمشي ولكن مره ولا جوج وصافي وكتحبس، يعني ما كتبغيش تبقى متبعه مع داك الراقي، وحتى الصلاه ما كتصليش. ماما بقوه داكشي اللي ولات كتشوفه مباشره صافي بحال اللي ولفاتهم، بحال اللي اندمجات معاهم، تتجلس كتهضر معاهم كتضحك. قالت لك مره كيخرجوا ليها بصفه زوينه، مره كيخرجوا ليها بصفه خايبه. احنا من بعد هاد الاحداث ولينا كنحسوا براسنا كنعيشوا واحد الحياه اللي ماشي مستقره. احنا في دار جداتي اللي في الرباط، احنا في دار جداتي اللي في كازا، يعني كانت حياتنا ما مستقراش بزاف. وماما ما كانش كيضرها انها تبقى بوحدها، بالعكس هي كيعجبها تبقى بوحدها. واخا ماما ما كانش منعتها انها تبغي تبقى بوحدها ولا تبات بوحدها. المهم واحد النهار ماما كتقول خرجوا ليها جوج عيالات وراجل وقالوا ليها فاطمه راك تعطلتي علينا بزاف، جاوبينا الا كنتي باغا تخدمي شوافه وديري داكشي اللي حنا بغينا، والخدمه ديالك هي المحبه التفريق والتمريض، داكشي حنا اللي بغيناك ديريه غادي ديريه، حنا كلشي غنديروه لك، غادي نجيبوا لك الناس وماشي اي ناس، الشخصيات والناس اللي لاباس عليهم، وغادي نبدلوا لك حياتك بشرط انك توافقي على اي حاجه قلناها لك. وقبل ما تخدمي معنا غادي ديري شي طقوس باش نثقوا فيك ونوهبوك هاد الحياه اللي ماشي اي واحد كيعيشها. صافي هما يمشيو. فاطمه من سمعات طلاق، تمريض، تفريق،
تحمق شي واحد، يعني مين عرفات نوع الخدمه وغادي دير اي حاجه، وبالاخص الخيوبه. فاطمه ما كانتش مسوقه لداك الهضره ديال تخدمي معانا، كان كتحب لها غير تخربيقه وصافي. هي بصح واحد الانسان اللي ما كتصليش، ماشي متدينه بزاف، ولكن ما كتبغيش تاذي الناس. وهما شدوها من هاد النقطه ديال الفقر، او شدوها من هاد النقطه ديال الفلوس. المهم بعد ما سمعت هاد الهضره بحال اللي توعات، حاجه حد ترفقها. ربي سبحانه وتعالى من تيكون عزيز عليه شي عبد من عباده كيوعيه. بعد هاد الهضره اللي سمعت فاطمه لا غد ليه مشات عند واحد الفقيه في الجامع وعاودت ليه كل شيء. الفقيه قال ليها احسن حاجه درتيها هي جيتي عندي. قال لها الفقيه هادشي كامل خويه من بالك، وداكشي اللي غنطلب منك انا غديريه. غتولي تصلي، غتولي تصلي صلاه الفجر، غتقراي الاذكار الصباح والمساء، وغادي تولي تقراي القران، ان شاء الله ما يكون غير الخير. فاطمه دارت داكشي اللي قال لها الفقيه، ولات كتصلي، كتنوض الفجر، كتصلي الصلاه في وقتها، كدير الاذكار، كتقرا القران، كتطلق القران في الدار. المهم دارت داكشي كامل اللي قال لها الفقيه. الحمد لله من داك النهار اللي ولات كتصلي ما بقات شافت حتى شي حاجه. حنا قلنا الحمد لله، قصه ديالنا سالات وكان يا ما كان. اي بصح ما بقات كتشوف حتى شي حاجه، والحمد لله حنا ولينا جالسين في دارنا ومستقرين. لكن ماما من بعد تولي حالتها غادا وكتدهور. كانت في الاول كتمشي عند الاطباء تيقولوا ليها ما عندك والو، في التالي قالوا لها الاطباء بانك عندك ميكروب في المخ. ماما ولات كتنعس بزاف في السبيطار، ولات غادا وكتضعف. دابا كاين شي حد منكم غادي يقول لي ايوا ها هي التجأت لطريق الله في الاخر مرضات. خاصكم تعرفوا بان الله سبحانه وتعالى الا كان كيبغي شي عبد من عباده كيبتالي، كيختبره، واكيد النهايه كتكون زوينه. هي فعلا فاطمه مسكينه دوزاتها في السبيطارات والدوايات، يعني فاطمه شي 3 سنين او اكثر وهي في السبيطارات والدوايات. ولكن الحمد لله في الاخير بدات صحتها غاده وكترجع كيف ما كانت. هذا كان واحد انتقام صغير منهم لفاطمه، لانها ما بغاتش تخدم معاهم، او بقى فيهم الحال على داك الفلوس والتقديه اللي كانوا كيجيبوا لها، او التجأت لطريق الله وما بغاتش تغضب الله. ولكن غادي نقول لكم واحد الحاجه، باش حتى دوك الناس اللي باغيين يخدموا في هذا الدومين خصهم يعرفوا واحد الحاجه، اغلب الفلوس ديال اللي غادي تجيك من هذا الشيء غادي تكون غير ليهم. يعني انت بحال اللي خدامه معاهم بزيرو درهم، عندك الفيلا، عندك الدار، عندك كل شيء، ولكن ديك الفلوس ما كتستمتعيش بهم، ما كتسافري بحال الناس، ما كتخرجي بحال الناس، ما كتمشي تعرضي بحال الناس. يعني اغلب الوقت غادي تبقاي غير جالسه معاهم وكتنفذي لهم اوامرهم. وحتى الا جاتك مثلا شي 5 المليون من عند شي كليان، هذيك ال5 المليون غادي تمشي لك غير في الطقوس، البخور. المهم ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع. يعني واخا تربح حتى 100 مليون من هذا الشيء ما كيكونوش مباركين او ما فيهمش البركه، يعني حياتك عذاب. فاطمه شافت بزاف الحوايج وعاشت بزاف الحوايج وعانات. وفاطمه كتقول لكم من هاد المنبر ما تفرطوش في صلاتكم، قراو القران بالخصوص سوره البقره، وكتقول للعيالات بالاخص ما ديروش الشقا بالليل، ما ديروش الشقا بالليل، ما ديروش الشقا بالليل. داك التسياق وداك الجفاف وداك الجميع وهز وحط بالليل لا داعي منها، لانها كتفتح لكم واحد الباب خايب. اذا النهار ديالنا والليل ديالهم. ويقدر هادشي اللي طرا الفاطمه ما كانش غير بسبب الشقا وصافي، حتى داك الحولي اللي في الليل او مور المغرب حتى هو واقيلا كان سبب من الاسباب. لان الطبيعي هو الانسان من بغي يعيط غادي يعيط في النهار، وغادي الحولي في النهار، حتى هذا كان سبب من الاسباب. او ربي سبحانه وتعالى بغى يختبرها في نفس الوقت، يرجع للطريق ويرجعهم كاملين كيصليو. نقدروا نقولوا هذا كان ابتلاء واختبار من عند الله سبحانه وتعالى.
وكنتمنى تعجبكم وتستافدوا من القصه ديال فاطمه. واللي عنده شي قصه وبغى يشاركها مع الناس غنخلي لكم الرقم في صندوق الوصف، تواصلوا معايا وان شاء الله نشاركها مع الناس. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. باي.